السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، وكالي راكم تتبعوا فيا. مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم فيديو إن شاء الله مختلف عن الفيديوهات السابقة، فيديو فيه تغيير، فيديو فيه شاركتكم بعض الأشياء اللي نقوم بها في اليوم تاعي. إن شاء الله نتمنى يعجبكم الفيديو. أولا بديت بالطعام تاع ابني يونس اللي عنده 5 أشهر وبعض الأيام. أنا نبدي نغدي الأولاد نتاوعي على 5 أشهر، لأنه فيه البعض يقول لك 4 أشهر، فيه البعض يقول لك 6 أشهر. أنا خديت الوسط 5 أشهر. بديت له من قبل بالجزر والبطاطا، واليوم أدخلت عليهم القرع الأخضر أو الكابويا الخضراء. نفضل دائما الأكل نتاعهم نفوره ونستغل هذاك يعني الخضرة الفايرة، يعني المفورة، والماء هذاك اللي فارت فيه كذلك. هنا بعد ما طابت فارت، ها هي معايا. ناخذ هذه الكمية فقط تكفي اليوم، لأنه نغديه مرة واحدة في اليوم. واحد 4 معالق صغيرة هكاك ولا 5 فقط لا أكثر، لأنه عادة في البداية، يعني عادة في أسبوع من اللي بديت نوكله، وبالتدريج نزيدوا في الكمية. الأخوات، هذه الكمية اللي استعملتها راكم تشوفوا درتها في علبة، نحطها في الثلاجة لمدة 3 أيام، يعني اليوم ونزيد 3 أيام وفقط، من بعد نحضر وجبة أخرى. الحيلة اللي غادي نمدها الأمهات الجدد اللي ما عندهاش ميكسر باش تخلط، يعني وخاصة أنه كمية قليلة جدا، ما غاديش تميكسينا مليحة في الميكسر، مليح في الميكسر. هذه تدبيرة أنك تمرسيها بالشوكة، من بعدها تفوتيها في الباسوار في الصفاية، وكأنك طحنتيها طحن، يعني تخرج لك هنا. تأكدي أنه ما بقاوش كاع هكذاك قطع صلبة، لأنه الرضيع في بداية الأكل نتاعو صعب عليه الابتلاع، فلازم تعطيه يعني أكل مرحي مليح مليح. هذه الطريقة، ونرحي دائما كل يوم ندير هذه العملية، ماشي نرحي كل شيء ونخليه في الثلاجة مدة 4 أيام، لا. كما وريتكم نخلي الأكل في الثلاجة قطع، وكل يوم نجبد شوية على حسب الكمية اللي شفتوها، مع شوية ماء اللي درته في العلبة، ونسخنها ونمرسها كما شفتوها هكاك، ونفوتها في الصفايه، ونوكلو طبعا الرضيع عن طريق ملعقه بلاستيكيه باش ما ينضرش. وهذه هي. اذا عجبكم يعني نتشارك معكم ان شاء الله في الفيديوهات المقبله اشياء حول التغذيه تاع الرضيع والاعتناء بالرضيع، ما كاش مشكل. هنا قمت بتنظيف يعني رف من الرفوف هكاك باش نخفف على روحي، يعني كل مرة ننظف جهة. أنا ماشي من الناس اللي نحكم الكوزينة نهار، ويعني وما عنديش برنامج خاص، يعني يوم الاثنين ندير ديك الحاجة، يوم الثلاثاء. أنا أبدا لست مع هذا التفكير، لأنه سبحان الله كل يوم كاين حوايج جدد، كل يوم ما حصيناش. كاين بعض المرات تكوني انت مريضة، ولا الأطفال تاعكم مرض، ولا ما عرفناش، ولا يكون عندك مواعيد، ولا فاللي نقدر عليها نديرها وفقط. وريتكم هاد لي لانجات، هاد لي لانجات نشريهم الاخوات اللي ساكنين في فرنسا والمهم في اوروبا، نشريهم من اكسيون، ماشي غاليين ويمسحوا مليح. هاد لي لانجات اخواتي نستعملهم لكل شيء، تنظيف المطبخ، تنظيف الثلاجه، تنظيف المرآة، تنظيف الزجاج، يعني ما شاء الله من اروع ما يكون. كاينين واحد اخرين غاليين عليهم شويه، بصح انا ما نشريش، نشري غير هادو ما شاء الله. هذا الرف اللي راكم تشوفوا فيه تاع المعالق، فيه المعالق اللي نحتاجوها احنا، وحتى المعالق البلاستيكيه الصغار نتاع كل تاع 4 شهور، 6 شهور، 8 شهور، تاع ولدي كي كبرته انس، والان راني نستعملهم ان شاء الله لخوه يونس. وهنا راكم تشوفوا يعني هذا المنظم تاع المعالق ما جاش كيف هكا، انا هادو قطع ودخلتهم، حاولت كيفاش يعني باش نستغل المساحه كامل تاع الرف. عن طريق وكذلك وضعت راح تشوفوا كؤوس من البلاستيك باش تكون في متناول اليد نتاع الابن تاعي اللي عنده 1.5 عام تقريبا، عامين و5 شهور، باش كي يحتاج كأس ولا ملعقة يجبد وحده ويرفد. يعني كما قلت لكم اليوم شاركتكم هذا التنظيف، وان شاء الله في الايام المقبله اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات، لانه نشوف فيه تنويع، ما يكونش ممل، ان شاء الله راح نشارك معكم في المستقبل اشياء اخرى نقسمها معكم. هذه وصفة البغرير درتها كذلك، يعني قمت بالتنظيف هذاك الرف قبل ما نمسح الأرضية، قبل كل شيء يعني، وبديت مباشرة
تحضير البغرير. طلبته مني أخت من الأخوات المشتركات، نقولها لبيت الرغبة تاعك ولا الطلب نتاعك. فيه هذا الكأس اللي وزنت به تاع 250 مليلتر، فيه زوج كيسان سميد ماشي رطب هذا كيما الفرينة وشوية يعني رطب لكن ماشي كيما الفرينة. زوج كيسان سميد، نصف كأس فرينة، يعني بمقدار زوج كيسان سميد مقدار 400 غرام سميد و100 غرام فرينة، زوج معالق تاع زيت كبار، زوج معالق كبار تاع الخل، عندنا يطرو تاع ماء، 1 لتر ماء دافئ وشوية يعني تزيدي شوية فوق الليترو. نحطو السوائل، نزيدو هذوك الحوايج الناشفين، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، عندنا ساشي نتاع خميره الحلويات وزن تقريبا 15 غرام، اذا كان تاع الجزائر تاع 7 ولا 8 تاع غرام نديرو كيسين من خميره الحلويات. طبعا الملح نملحو على حساب الرغبه. هادو هما، نخلطوا كل شيء، نحطوا كلش في البلندر في هذا الخلاط الكهربائي ونديروه يتخلط لمده 5 دقائق. الآن بعد ما خلطته مدة 5 دقائق، ندير المقلاة تاعي تسخن على درجة متوسطة، حرارة متوسطة، اللي عندهم الأرقام كيف نهار ما بين رقم 5 و6. لما تسخن يعني نبدو نطيبوا البغرير تاعنا كما راكم تشوفوا، يتثقب بزاف، يجي خفيف، يجي كيما الشهدة ما شاء الله. نوصيكم فقط ما ديروش السكر مع المكونات، راكم شفتوني ما درتش السكر لان السكر راح يعطيه احمرار من الاسفل، ما راحش يساعد على التخمير السكر ابدا. راكم تشوفوا فيه خمر وراه يتثقب ما شاء الله من دون ما نستعمل السكر. وهكا غادي نتحصلوا على بغرير مثقب كيما تاع بكري، يجي بيض من تحت، ما يجيش احمر. وكيفاش نعرفوا البغرير تاعنا باللي طاب؟ خلاص لما ينشف من الفوق، خلاص لما نهزوا المقلاة تاعنا يتحرك معنا، معناتها خلاص البغرير تاعنا طاب. هنا كل ما نقلعوا بغريره نحطوها فوق كتانه يعني قماش هكا باش يبرد البغرير في غرده وما يعرقش معنا، ما نحطوش حبه فوق حبه حتى يبرد تماما، عاد نقدروا نديروا حبه فوق حبه. هذه البغريره الاولى اللي وريتها لكم كيفاش تقبت حاجه، دائما الاولى تجي شويه ما تجيش متقبه مليح. الان انا باش حضرت العسل، هذا العسل درته في كاسرونه، غادي نزيد عليه الزبده باش ندوبها هي، ونسخن العسل وندوب الزبده باش نسقي به البغرير. كاين اللي يديروا الزيت، كاين زيت زيتون، كاين اللي يديروا السكر، كل وحده وحره يعني. انا هذه هي الطريقه اللي نتبعها في المنطقه تاعنا، نديروا هكا. البغرير تاعي هو بعد ما برد درته حبيبه فوق حبيبه. درت هذاك ورق المصاص فقط لانه القماش نعرفوه فيه ريحه الصابون، ولو كان نخلو فيه البغرير مده طويله ولا نغموه يعني به، فالبغرير غادي يجي فيه بنه الصابون. فقط لمعلومه. الان غادي نقطع البغرير نتاعي الى كل دائره الى نصفين، ونوريكم دوك تشوفوا في الصحن يعني طريقه تقديم البغرير نتاعي. نستفه في الصحن تاعي بطريقه كل وحده تقدمه كما تبغي. المهم وكيفاش نسقيه. الزبده لما تذوب مع العسل نعرفوا بلي الزبده دائما تطفو في السطح، فناخد ملعقه وناخد هذيك الزبده من الفوق ونمسح بيها الوجه نتاع البغرير نتاعي، من بعد ناخد العسل ونسقي الحبيبه تاع البغرير، وهكا نكون وجدت بغرير رائع في مده قصيره بالخف ويجي مثقب كي الشهدة ما شاء الله. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم اخواتي، مختلف على الفيديوهات السابقه. يعني هذا ما يمنعش اني في المستقبل ان شاء الله غادي نحط كذلك فيديوهات كما المرات السابقه يعني تاع وصفات بكل التفاصيل. فقط شفت على اليوتيوب انه الناس راهي تحبد يعني الفيديوهات الخفيفه واللي تكون فيها تنويع باش ما تكونش ممله. ف
راحت عليكم يعني هذا الفيديو. نستنى التعليقات تاعكم باش تقولوا لي اذا نواصل في هذه الطريقه ولا نولي الطريقه القديمه. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم هذا الفيديو. ان شاء الله الاخت اللي طلبت مني البغرير راني لبيت لك الرغبه نتاعك، والاخوات الاخرين ثاني طلبوا مني اشياء اخرى ان شاء الله نقولهم في المستقبل باذن الله. استنوني. هذا هو الفيديو. تهلوا في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.